بتعرفوا إنه أول ما بتفيقوا من النوم جسمكم بيكون عنده كمية أنسولين منخفضة، يعني بدون رياضة بدون ركض جسمكم بيكون عم يحرق دهون من الصبح، فأول ما تاكلوا وجبة الإفطار الأنسولين بيرتفع بجسمكم وبصير جسمكم بيصنع دهون. عندكم خيارين، يا اما تبقوا بدون اكل عند الصبح ويبقى الانسولين منخفض بنفس الوقت عم تحرقوا دهون، يا اما تروحوا تاكلوا وجبه الافطار بس لانكم انتم مقتنعين انه وجبه الافطار هي اهم وجبه عند الصبح. فاول ما تاكلوا وجبه الافطار بيصير جسمكم يرتفع الانسولين فيه وبيصير جسمكم يبدا يصنع دهون. فانت بهالحاله نقلت جسمك من حاله حرق دهون لحاله تصنيع دهون. فأنت عندك فرصة ذهبية كل يوم 4 ل5 ساعات تحرق دهون أول ما توعى من النوم بدون مشاكل. وإذا ما قدرتوا تبقوا بلا فطور عندي برنامج بيساعد جسمكم تبقوا بلا فطور وكمان بنفس الوقت تحرقوا دهون. إذا حابين تعرفوا تفاصيل أكثر عن البرنامج اكتبوا لي كلمة مهتم بالتعليقات وأنا بساعدكم، وما تنسوا تشاركوا الفيديو لصاحباتكم وتعملوا لي متابعة لتعمل فائدة على الجميع. وشكرا.